يا صباح السعادة والجمال على عيون أحلى متابعين في الدنيا. وحشتوني جدا والله العظيم، ووحشني تعليقاتكم الجميلة زيكم اللي دايما بتسعدني وبتفرحني وتشجعني إن أنا استمر. مش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. فيديو النهاردة للسيدة الجزائرية الجميلة دي، وبالرغم حبي لأهل الجزائر اللي بيظهر دايما في فيديوهاتي، إلا إن السيدة بتاعت النهاردة ليها مكانة كبيرة قوي عندي، بتديني كمية راحة وطاقة إيجابية ما تتخيلوهاش يا جماعة. يعني تقدروا تقولوا كده لما ببقى عايزة أفصل واستمتع بدخل أتفرج على فيديوهاتها. علشان كده كان لازم أشاركها معاكم وما بخلش عليكم أبدا بالمتعة دي. وطبعا مفيش اجمل من المناسبه دي وهي بتحتفل بمولودها الجديد، ربنا يبارك لها فيه ويقر عينها بيه، اللهم امين. كله يا جماعه يقول ما شاء الله اللهم بارك، ويدعي لها بالذريه الصالحه وان ربنا ينبتهم نباتا حسنا. هنلاقي هنا ان عادات وتقاليد اهل الجزائر بتظهر في المناسبات وليها بصمه وطابع معين، بتكون مميزه جدا، وبجد بيكون ليها طابع مميز وجميل. العادات دي طبعا بتختلف من ولاية للتانية. قبل الولادة بتقوم الأم أو أمها أو حماتها بيحضروا كل حاجة تخص المولود، سواء كان لبس، فرش، مستحضرات، أي حاجة، أي تجهيزات تكون البيبي محتاجها بيجهزوها. مش بس كده، كمان بيحضروا حاجة اسمها الطمينة. مش عارفة أنا بنطقها صح ولا لأ، فسامحوني عن أي خطأ. ولو كده أهل الجزائر يكتبوا لنا في التعليقات، وكمان ما تنسوش تكتبوا لنا اكتر عن عادات اهل الجزائر وطقوسهم عشان نتعرف عليها اكتر. نرجع بقى للطمينة. دي عبارة عن أكلة معروفة جدا، وبتكون عبارة عن دقيق خشن محمص وممزوج بزبدة وعسل. وطبعا بيختلف الطريقة والتسمية من منطقة للتانية على حسب المكان والإمكانيات بتاع أهل المكان. طبعا أهل الجزائر أدرى مني بكتير، وهم هيعرفونا عنها وعن مسمياتها أكتر. المهم ان الاكله دي اول حاجه بيقدموها للام بعد الولاده على طول مع اللبن، علشان تقدر تستعيد قوتها بقى. وبعد ما ترجع للبيت بتبدا طقوس تانية اللي هي طقوس النفاس. هنا هنلاقيها في الفيديو بتجهز لحفله النفاس، وبتقدم لنا افكار مختلفه للتوزيعات واستقبال الضيوف، اللي من خلالها هنشوف كميه بهجه وطاقه رائعه جدا. احنا عندنا كمصريين بتكون حاجة مختلفة، ما اسمهاش حفلة نفاس، ولكن اسمه اسبوع بيقدموا فيه التوزيعات للبيبي وهدايا للناس اللي جاية تحتفل او اللي جاية تزور الام وتبارك لها على المولود الجديد. هنا بيكون برضو اشكال مختلفة في الحفلة او توزيعات مختلفة، وهنا بتقدم لنا افكار مختلفة للاكلات والتنظيمات والتوزيعات اللي بتتقدم في الحفلة، وبيكون اسمها حفلة نفاس. وزي ما انتم شايفين ابدعت في الافكار والترتيبات بتاعتها، ما شاء الله اللهم بارك، يعني الحاجة هتفتح النفس. بعد كده هتبدأ بقى تورينا ايه الحاجات اللي حضرتها او صورة مصغرة من الحفلة اللي حصلت. وبعد كده هتقوم بروتين كامل للي هيتم بعد الحفلة. طبعا عارفين كمرأة سواء كانت مصرية، جزائرية، مغربية، يمنية، أردنية، مش عايزة أنسى حد، ولكن أي مرأة عربية أو أجنبية عامة، المرأة بيكون ليها طابع معين أو طابع مميز في بيتها. فبعد أي حفلة بيكون فيها كمية بهجة وفرحة وسرور، ولكن طبعا بتخش دور الأم في الموضوع، تبدأ بقى إيه، يعيد بناء وترتيب البيت من أول وجديد. وده اللي هيظهر النهاردة في الفيديو. زي ما احنا شايفين بتبدأ تلم كل حاجة وترجع كل حاجة مكانها، مش عشان عندنا احتفال واستقبال بتبقى الدنيا خلاص، لا، هيبدأ كل حاجة نرجعها مكانها، ويبدأ البيت نعمل له إعادة تأهيل من أول وجديد. ربنا يا رب يجعل كل البيوت عامرة بالفرح والسرور والسعادة، اللهم آمين. طبعا عايزة ألفت نظركم بس في فيديو النهاردة لحاجة معينة. في فيديوهات كتير كنت قدمتها كان بعض التعليقات إن عشان المساحة واسعة فبتقدر تعمل مناسبات أو تقدر تهتم ببيتها، لكن أصريت في فيديو النهاردة إن أوريكم إن المساحة مش المساحة الكبيرة، ولكن هي عندها حسن تنظيم وتوفير للمساحة باختيارها للألوان الفاتحة. اختيار التنظيمات اللي تتناسب مع بيتها بيظهر جمال البيت وبيدي رقي ووسع في المكان. فمهما كان مساحة بيتك ايا كان، حتى لو اوضة واحدة او اوضتين، تقدري انتي بفكرك وبقناعاتك تعملي مناسبة خاصة بيكي وليها طابع مميز عندك وعند اولادك، وده هيفرق جدا في نفسيتك ونفسية اولادك. ما تخليش المساحة بتاعت البيت تعرقل مهامك او تقف حاجز قدام طموحاتك واهدافك. مهما كان المساحة اعملي فيها الجو اللي يليق بيكي وباولادك.
كمان في نقطة معينة، لو عندك المساحة بتاعتك صغيرة حاولي تعتمدي على الألوان الفاتحة، وبلاش تكون في بهرجة للألوان كتير. يعني ما تدخليش كذا لون في بعض 5-6 ألوان، لا، حاولي بالكتير يكون لون أساسي ولون تاني بدرجاته بتبدأي فيه التنظيمات والتنسيقات بتاعتك اللي هو بتزيني بيه المكان وتديها اللمسة الخاصة بيها. هنا هنلاقيها اللي هي معتمدة على اللون الفاتح اللي هو زي الاوف وايت تقريبا او الفانيليا لاتيه، بس بالطعم مثلا كان في الليفنج مطعمة باللون البنفسجي بدرجاته في الكوشنز في الحاجات، فبتديكي رونق للمكان وفي نفس الوقت بتديها وسع. ولو لاحظتوا هتلاقوا الشموع والتابلوهات نفسها بنفس الدرجات اللي هي مختاراها، حتى الورود بتدخل فيها الالوان اللي هي مستخدماها في التزيين والتصميم، وده بيدي وسع للمكان وبيديله رونق خاص بيه وبتكون النتيجة رائعة جدا. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو خلصت الليفنج، خدت بقى السجاد تلميع سجاد والتنظيف وتنظيم اللي هو مررت على البقع اي حاجه. طبعا نتيجه التجمعات بيكون في بعض الحاجات اللي محتاجه تتشال، مررت عليها وبعد كده رشت المعطر بتاعها وشغلت المبخره ودخلت على الاوضه اللي بعديها. ما شاء الله اللهم بارك عليها. بصوا منظمه جدا واخده كل حاجه بالراحه. طبعا بس هتلاقوا في اختلاف في اللبس، فانا يا جماعه بلفت نظركم في كل فيديو ان الفيديوهات دي بتكون تجميعة انا بجمعها لكم لطريقتها في تنظيف بيتها وتلميع بيتها وستايلاتها وديكوراتها، فعشان كده هتلاقوا في اختلاف في اللبس اكيد لانه مش كله بيكون في يوم واحد. انا بس بحاول اخلي لكم الفيديو يكون شامل لكل حاجة وكل اجزاء حياتها او كل اجزاء المنزل، مع مراعاة خصوصياتها برضو، ان انا ممكن اشيل حاجات هي ما تكونش حابة تظهرها او بتظهرها في قناتها بس انا مش بظهرها هنا. فعشان كده التعليقات بتاعت اللبس ليه بتغير كل شوية، هي مش بتغير كل شوية، ولكن انا اللي بجمع لكم الفيديوهات بطريقة منظمة بيبان ان اكنه فيديو واحد. المهم هندخل بقى، هي دخلت على غرفتها وما شاء الله اللهم بارك، برغم ان هي ملتزمة او ملتزمة بحجابها وكده، ولكن ده بيبين قد ايه ان المرأة مهما كان لبسها ومهما كان رونقها، ولكن شياكتها واهتمامها بنفسها بيكون من اهم اولوياتها. وده بينفي بعض الافكار عند بعض الناس ان هو خلاص عشان انا محجبة او عشان كده فبيلغي بعض الحاجات، لا خالص. كتير جدا محجبات واللهم بارك، ممكن اللبس اللي يكون عادي جدا في الشارع بتلبسه في بيتها بتكون في قمة شياكتها. دخلت بقى هتشوفوا ما شاء الله اللهم بارك، تحسي ان هو بيوتي سنتر. قعدت تعمل تنظيمات على المشتريات اللي جايباها جديده للميك اب بتاعها ولغرفتها، سواء كان بقى الروجات، المكياجات، الملابس، الطرح، زي ما انتم شايفين ومستمتعين بالتفاصيل دي. انا من عشاق الترتيب، عشان كده لما بشوف حاجه فيها ترتيبات بحب اظهرها جدا بحيث ان انت تاخدي منها افكار، اي فكره ولو بسيطه ممكن تساعدك او تكون نهج تمشي عليه في بيتك، ما ببخلش عليكم بيها. وزي ما انتم شايفين يا جماعه فعلا هي انا مسمياها عاشقه الورود. تلاقوا ان الورد ليه لمسه خاصه في بيتها، في اي جزء من اجزاء بيتها تلاقوا الورد اللهم بارك جميل جدا جدا جدا، وفعلا حاجه بتفرح. طبعا لا يخلو من بعد التنظيف والرص والتعب ده برشة معطر كده، وانا بحب ان يكون في معطر كده معين خاص بعد ما تنضفي البيت، ريحه معينه كده مثبتاها ترشيها في البيت بتشمي ريحه نظافه يا جماعه. طبعا في معطرات مختلفه، ولكن لما تثبتي حاجه معينه اللي هو ده بترشيه بعد ما تنضفي البيت بيديكي كميه طاقه رهيبه وكميه راحه نفسيه جميله جدا. بعد ما خلصت دخلت على غرفة ابنها، وزي ما انتم شايفين حالتنا كأمهات بتكون زي البطة البطبوطة اللي محطوطة على السرير ده، بتكون مجهدة جدا. فأول ما بشوف البطة دي بفتكر شكلنا واحنا بنروق. دخلت بقى بدأت تلم الأوضة هترص المكتب بتاعه. الطفل ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لها فيه، هو صغير. طبعا هي بتظهره احيانا في الفيديوهات بس انا برضو ما حبيتش ان انا اظهره. هتبدأ ترتب اوضته وترتب المكتب، تلمع كل حاجة، وما شاء الله محافظة على المساحة بتاعة البيت. طبعا بتعمل تغييرات كل فترة، احيانا بتحط السرير زي ما انتم شايفين بالطول، واحيانا بتحطه مكان المكتبة اللي لونها رمادي دي، وبيكون برضو الشكل رائع جدا.
واللي لفت نظري جو الشجر الاخضر ده، كتير جدا بيستخدموه الايام دي وفعلا بيكون جميل جدا. فنفسي فعلا ان انا كآية في بيتي ان انا اجيب الاشجار دي، لاني حاسه انها بتدي رونق وتميز كده للمكان. بعد كده دخلت على فقره الغدا، وبصراحه انا عجبني ترتيبها وطريقه عملها الغدا. بس انا مش عارفه دي اكلات ايه، ممكن تكون اكلات جزائريه، انا مش عارفه هي ايه. هو انا اللي انا شايفاه ان هي عصاجه لحمه عادي، هتعمل عيش بقى، مش عارفه، تقريبا ده عيش جزائري. هي يا جماعه برغم كل ده هي مش عايشه في الجزائر، هي مغتربه، ولكن محافظه على عاداتها وتقاليدها، وكل حاجه في بلدها هي بتنفذها، حتى في سفرياتها، لبسها، اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله عليها. يعني ربنا يحفظها ويبارك لها في اولادها. طبعا الفيديو ده انا معرفش هو كان بعد الولاده ولا قبل الولاده، عشان محدش يقول لي دي لسه طالعه من الولاده ازاي الشغل ده، الله اعلم، انا مش عارفه. ولكن على ما اظن ان الفيديو ده ممكن يكون من قبل الولاده او بعديها. فانا بس حبيت ان انا انقل لكم الفكره وانقل لكم التصاميم والابداع بتاعها، ان برغم البيت زي ما احنا شايفين هو مش كبير، ولكن تنظيمها ليه رائع جدا. وهي عملت الغدا ورصته بطريقه اللهم بارك تفتح النفس، ومع ذلك هي عندها طفلين ربنا يبارك لها فيهم وينبتهم لها نباتا حسنا. بعد الغدا بيجي فقرة تنظيف، وهنا بجد بندعي لكل مرأة ربنا يبارك لها في عمرها ويقويها على بيتها وعلى أولادها. زي ما احنا شايفين بتحسي ان انتي كده يعني مربوطة كده في الخلاط، محدش عارف يفك حد. ولكن ده إن دل انما يدل يعني على نظافة البيوت وعلى بركة البيت. ربنا يا رب يرزقنا راحة البال دايما. دايما كنت بقول ان طالما بيتك فيه حركة وفيه كركبة وكده، فاعرفي ان اولادك بصحة وطيبين وحالهم افضل حال. ودايما نفتكر طبعا اهلنا في غزة والحروب اللي حوالينا وكده، ربنا يبارك فيهم ويصلح حالهم يا رب. وما ننساش اهلنا دايما من الدعاء. فدايما كل ما تشوفي بيتك فيه كركبه او في حاجات مش في مكانها، اعرفي ان اولادك بخير، واشكري ربنا على نعمه الصحه اللي انت قادره ان انت تقومي وتعملي حاجه زي دي، وان اولادك كمان قادرين ان هم يقوموا ويتحركوا ويجهدوا في البيت. ربنا يبارك فيهم ويفضلوا دايما تعبنا ومتحركين، ويعملوا كل اللي يقدروا عليه، ودايما يعيشوا طفولتهم في افضل حال، اللهم امين. هنلاقي هنا بقى المطبخ زي ما احنا شايفين، شغلت غسالة الاطباق، غسلت الرخامة، بدأت تغسل الارضيات وتنظف وتلمع، سواء هتغير اماكن حاجة، بتمسح بالبخار، بتعقم المكان. وده افضل حاجة بالذات في المطبخ، لان المكان اللي بنعمل فيه الاكل لاولادنا. بعد كده هتجيب هو الاقراص بتاعه غساله الاطباق. انا الحاجه دي شفتها في كذا فيديو، بس مش عارفه هل هي فعلا بتقوم بالنظافه دي كامله ولا لا. المهم ان هي بتستخدم الميه الدافيه وبتحط عليها منظف، احيانا ممكن تحطي خل لو عايزه تعقيم اكتر. وبدات تمسح كل اجزاء المطبخ وتلمعها وتنظفها، بحيث ان هي تحصل على النظافه الكامله بالتعقيم. وفي الاخر بخرت المكان ودخلت على التويلت، بدأت تنظف وتنظم وتمسح كل الاماكن اللي بتنظم فيها الحاجات، حتى المنظمات بتاعتها فضتها وغسلتها ورجعت ترص فيهم. اللي محتاج يتكمل بدأت تكمله، واللي محتاج يتحط فيه بدأت تحطه من اوله تاني، وبدأت ترصهم في الاماكن المخصصة ليها. وزي ما بقول دايما ان التنظيم ليه دور اساسي رهيب في وسع المكان وجماله ورونقه وراحه راحه المراه النفسيه اصلا، لان انت اللي قاعده في البيت اكتر وقت، فبالتالي تنظيم المكان بيدي راحه لعينك، تقدري ان انت تقعدي مستمتعه. يعني جربي كده ان البيت يبقى مكركب حواليكي وانت عايزه تقومي تعملي حاجه لنفسك، مش هتعرفي. ده بتكلم للناس اللي واخده على ان هي لازم تنظف او كده. حاولي ان انت مثلا بيتك يبقى مكركب او بيتك يبقى فيه حاجه مش في مكانها وعايزه تقومي تعملي حاجه ليكي او تاخدي وقت كده ريست ليكي، مش هتقدري طول ما البيت فيه حاجه. بتحتاجي ان انت تروقي بيتك خالص وتخلصي من كل اللي وراكي، وبعد كده تقدري تستمتعي. فده بيكون فايده الترتيب والتنظيم. المهم زي ما احنا شايفين دخلت على التويلت، خلصته وروقت الارضيات بالمنظفات وكمان الحاجات اللي محتاجه تترص، وعطتنا جوله كامله للمكان وشغلت المعطر فيه. وزي ما بقول لكم هي اسمها فعلا عاشقة الورود يا جماعة، كمية ورود اللهم بارك. يمكن انا عشان من محبي الورود، في اي فيديو فيه ورود وتنظيم بجد بيكون رائع وبيفتح نفسي اول ما اشوفه.
بتروح دايما هي ليها محلات لازم تروح تجيب زهور كل يوم، فجايبت الورود وهتبدأ بقى اللي هي تحط المية في الفاز. المية دي بقى اللي عنده خلفية ايه اللي بيخلي الورود فترة طويلة يعني عايشة في اللي هي في حيوية فيها، انا مش عارفة بصراحة. يعني في ناس كانت قايلة مية بسكر، بس انا بخاف بالذات في الحر والنمل والحاجات دي. هي حطت باكت دلوقتي في الفيديو حطته، انا مش عارفه هو ايه، وهتبدا تحط الورود فيه عشان تفضل اطول فتره ممكنه محافظه على حيويتها وعلى شكلها، وهتبدا تحطه في مكانه وتستمتع بالسهره. طبعا بعد التعب والارهاق والمجهود اللي عملته يا جماعه تستاهل بجد مكافاه كبيره. فزي ما احنا شايفين هتحطه في الليفنج مكان مروقت وتعبت، وهتعمل لها مشروب جميل جدا وتبدا تستمتع بوقتها وسهرتها. يا رب دايما ربنا يرزقها راحه البال. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يبارك لها فيهم ويسعدهم على كم المجات والرسومات والافكار والتزيين جميله جدا. وارجع واقول التنظيم اهم حاجه. ياما ناس عندها كل حاجه بس ما بتحسيش براحه لعينك وانت بتتفرجي، فهي عندها كميه راحه نفسيه برغم انها ما بتعلقش على الفيديوهات. بس ربنا يسعدها ويبارك لها في بيتها وفي اولادها ويرزقها دايما بالروم. يا جماعه ما تنسوش تقولوا ما شاء الله اللهم بارك لو وصلتوا لحد هنا. ما تنسوهاش من الدعاء وما تنسونيش من تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.